الباليوبوتولوجي. علم الحفريات بنعتبره الدراسة العلمية للحياة في الماضي الجيولوجي، بيتخصص بجمع بين عناصر الجيولوجيا وعلم الأحياء عشان نقدر نفهم تاريخ وتطور الكائنات الحية على كوكب الأرض. باليوبوتاني فلورا. علم النبات القديم هو أحد فروع علم الحفريات الذي يركز على دراسة النباتات القديمة من خلال فحص أحافير النباتات مثل الطحالب والأعشاب البحرية algae and seaweeds. باليوزولوجي فرع من فروع علم الحفريات الذي يركز على دراسة الحيوانات القديمة والحفريات ancient and fossil animals. هنبدأ بجزء الانفرتبريتس في الفيديو اللي جاي، ولازم نعرف كذا حاجة قبل ما ندخل في الجزء ده. فوسيل بقايا أو آثار أي دليل على الحياة القديمة المحفوظة في الصخر، سواء كانت نباتات أو حيوانات. عندنا نوعين من الفوسيلز: إندكس فوسيل وريوركد فوسيل. إندكس فوسيل يتميز بتوزيع جغرافي واسع وفترة زمنية قصيرة. ريوركد فوسيل حفريات تم غسلها من الطبقة الأصلية وإعادة ترسبها في طبقات أحدث. إيه الشروط عشان نحصل على حفرية؟ الدفن السريع، الترسيب في بيئة خالية من الأكسجين، يحصل تغطية بالرواسب عشان يحصل منع للذوبان dissolution. العوامل التي تمنع الحفظ: mechanical process of weathering and transportation, chemical attack, oxidation, dissolution, microbial activity, scavenging animals. mode of preservation طريقة الحفظ unaltered preservation. unaltered hard parts يتم الحفاظ على المادة الهيكلية الصلبة الأصلية للكائن الحي مثل العظام أو الأسنان أو الأصداف دون تغيير. unaltered soft parts نادرا ما بتحافظ على الأنسجة الليفية الدقيقة مثل الجلد أو العضلات أو الأعضاء الداخلية زي الحشرات في العنبر والماموس لما تم حفظه في الجليد. أمبر الكهرمان مادة صمغية متحجرة من الأشجار يمكنها حفظ الأنسجة الرخوة والكائنات الحية الصغيرة بتفاصيل مذهلة. بقايا مجمدة كائنات حية مثل الماموس الصوفي محفوظة في الجليد تحافظ على الأنسجة الرخوة والصلبة. altered preservation carbonization ينتج هذا عن إزالة جميع العناصر باستثناء الكربون. تتم إزالة العناصر الأخرى مثل الهيدروجين والأكسجين والنيتروجين. يتم ضغط المواد العضوية في طبقة كربونية رقيقة مما يحافظ على التفاصيل الدقيقة. يتم عادة الحفاظ على الأوراق والأسماك والجرافتوليت leaves, fish and graptolites. يمكن أن يؤدي إلى تكوين الفحم. Mineralization بيحصل تدفق المياه الجوفية اللي تحتوي على dissolved mineral عبر بقايا المواد المدفونة، وبعدها بيحصل للمياه تبخر ويحصل تبلور للمعادن بتترسب جوه الفراغات أو المسام. وأشهر المعادن دي الكوارتز، الكالسايت وأكسيد الحديد. إضافة هذه المعادن بيخلي الحفريات وزنها تقيل وتبقى أكتر متانة. Petrified wood الخشب المتحجر هو مثال حيث يتم استبدال المادة العضوية للأشجار بمعادن تملأ الفراغات المسامية. Replacement يتم إذابة المادة الهيكلية الأصلية واستبدالها جزيئا تلو الآخر بمعادن مختلفة مع الاحتفاظ بالشكل الأصلي. تشمل المعادن البديلة الشائعة السيليكا والبيرايت والدولومايت والهيماتايت، هو استبدال المادة الهيكلية الأصلية بمعادن ثانوية مع الاحتفاظ بالشكل الأصلي. على سبيل المثال قد يتم استبدال الكالسايت في صدفة المحار أويستر شيل على أساس molecule by molecule substitution by silica. في هذا النوع لا يتم ملء مساحة المسام ولا تكون الأحافير كثيفة. المعادن البديلة الأكثر شيوعا هي السيليكا، كوارتز والبيرايت والدولومايت والهيماتايت. recrystallization تتضمن عملية إعادة تبلور تغييرا في البيئة البلورية ولكن ليس في كيمياء المعادن. similar to recrystallization in metamorphic rocks زي تحول الأراجونايت غير المستقر stable أراجونايت إلى كالسايت مستقر stable كالسايت في أصداف مصنوعة من معادن كربونات الكالسيوم. preservation of the original form mold يتكون mold لما تذوب الصدفة الأصلية أو الجزء الصلب تاركا وراءه تجويفا على شكل الكائن الحي. external mold يتكون حول الجزء الخارجي من الصدفة أو أي جزء صلب آخر مع الحفاظ على التفاصيل الخارجية. internal mold sign kern تعبئة الجزء الداخلي من الصدفة وتتشكل عن طريق الرواسب التي تملأ
إملاء الجزء الداخلي من الصدفة، وبعدها تحلل للصدفة مع الحفاظ على الشكل الداخلي والميزان مثل muscle scars. كاست تتشكل كاستس عندما تترسب المعادن داخل مولز، وهو نسخة طبق الأصل للكائن الحي الأصلي. imprints في fine grained sediment بتكون المياه الجوفية قلوية وبيبقى موجود الأكسجين، تذوب المواد النباتية ولكن تبقى بصمة للمواد زي بصمات السمك والأوراق. preservation of the tracks of the organism. burrows هي أنفاق محفوظة أو جحور بنتها الكائنات الحية وهي بتتحرك عبر الرواسب أو التربة soft sediment، والتي تتصلب وتتحول لصخور زي ديدان فايكوتس. بورينجز هي فتحات بيكونها الحيوان في الأصداف أو الصخور أو الأخشاب أو الرواسب الصلبة. prints and trackways آثار أقدام الحفريات هي آثار محفوظة سابتها الحيوانات وهي ماشية في الرواسب اللينة، ومن خلال الآثار دي بنقدر نعرف الحيوان عنده رجلين ولا 4، ونقدر نعرف معلومات عن أنماط حركته وسلوكه الاجتماعي زي الكائنات دي بتسافر في مجموعة ولا لوحدها. Preservation of coprolites حفظ فضلات الكائنات الحية. لو عايزين تعرفوا أكتر عن الجيولوجيا متنسوش تتابعونا في الفيديوهات اللي جاية.